كان لي اليوم الشرف حضور افتتاح اشغال ندوه علميه دوليه منظمه بالمدرسه العليا للاساتذه. اخترت محور نعتبره محور مهم وده رهينيه، ولا هو محور علوم التربيه والابتكار التربوي من خلال الاطلاع على تجارب دوليه والتطلعات المستقبليه. الجميع تعرف بان احنا الان متواجدين في المدرسه العليا للاساتذه تبع جامعه سيدي محمد عبد الله، اللي انخرطت في واحد المشروع كبير، مشروع على اساس تكوين اساتذه كل الاسلاك الابتدائي وكذلك الثانوي من خلال واحد برنامج وطني، برنامج عقده اللي تم توقيعه لسنتين مع بين الجامعه وبين الوزاره الوصيه، اللي من خلاله تم رصد واحد الميزانيه مهمه لدعم المؤسسه على مستوى البنيه التحتيه، ولكن كذلك توفير مناصب موارد بشريه على مستوى الاساتذه الباحثين، على مستوى الاطر الاداريه والتقنيه. اريد كذلك ان اسجل ان في اطار هذا البرنامج الوطني فالمدرسه تتعرف واحد ديناميه من خلال تنظيم ملتقيات علميه كلها بعلاقتها مع التربيه والابتكار التربوي اللي في تحديات كبيره. الان المنظمين خداو في محاور انه يطلعوا على التجارب الدوليه. نحن الان في مجتمع اللي الرقمنه خدت واحد الموقع كبير، الذكاء الاصطناعي خدا موقع كبير، فمن ضروري اننا في اطار مثل هذه الندوات، من هذه اللقاءات، من ذلك المحترفات التي تنظم على مستوى الكليه ولكن كذلك على مستوى المؤسسات الاخرى التابعه لجامعه سيدي محمد عبد الله، فضروري نستحضروا هذه التجارب الدوليه وكيفاش كيفاش نتعاملوا معها على اساس اننا نخليو الطلبه ديالنا وخريجي المدرسه العليا للاساتذه بعلم ما يروج وكل العناصر الجديده في على مستوى الابتكار التربوي. ندوه علميه دوليه من تاطير خبراء مشاركين على مستوى الجامعه، جامعه سيدي محمد الله، كذلك مؤسسات جامعيه اخرى، وكذلك فاعلين على مستوى مؤسسات وطنيه تشتغل في محاور لها علاقه مباشره مع علوم التربيه. وجديد الشكر لكل رجال الاعلام على مواكبه انشطه جامعه سيدي محمد الله، واحيي حضوركم ومواكبتكم لكل الانشطه. في حق هذا تزيد يعطينا فرصه اننا نتواصلوا مع مع الفاعلين على مستوى المدينه، مدينه فاس، على مستوى كذلك جهه فاس مكناس، ولكن كذلك على المستوى الوطني لنؤكد مره اخرى ان وجب التاكيد ان الجامعه جامعه سيدي محمد بن عبد الله شانها شان كل العديد من الجامعات، فنحتفل السنه ب 50 سنه، 50 سنه من العطاء و50 سنه من التميز. وغتكون عندنا انشطه، وانا بغيت نغتنم هذه الفرصه لان غتكون عندنا انشطه لتخليد ذكرى تاسيس جامعه سيدي محمد الله، جامعه عتيده في تحتفل هذه السنه بالذكرى 50 لتاسيسها. شكرا جزيلا مره اخرى على المواكبه.